هنتكلم عن موضوع حساس ومهم جدا، والناس قليل قوي لما بتتكلم فيه بصراحة، مع إنه بيمس كل بيت جديد. ليلة الدخلة. الليلة دي دايما بيتقال عنها حكايات كتير، وكل واحد بيزود من عنده لحد ما بقينا فاكرين إنها حاجة مرعبة أو اختبار صعب. بس الحقيقة مختلفة تماما. الليلة دي المفروض تكون بداية جميلة، مليانة راحة وحب وتفاهم، مش خوف وقلق. أول حاجة، ليه؟ في لخبطة حوالين ليلة الدخلة. المجتمع بيحط على الليلة دي ضغط كبير، وبيحولها من لحظة خاصة ولطيفة لحاجة تقيلة ومرعبة. الاتنين بيبقوا رايحين خايفين، متوترين، ومليانين أفكار غلط، سواء من كلام الناس أو من الحاجات اللي شافوها في أفلام، خصوصا الإباحية، واللي بقت مع الأسف المصدر الأساسي للمعلومات عند ناس كتير. تاني حاجة، مفاهيم غلط كتير جدا حوالين الليلة دي. أول غلط، لازم العلاقة تحصل أول ليلة. مفيش لازم. لو العروسة أو العريس كانوا تعبانين أو متوترين، عادي جدا تأجيل العلاقة. الليلة مش سباق ولا تحدي. تاني غلط، غشاء البكارة لازم ينزل دم. دي خرافة. مش كل البنات بينزل منهم دم، وده مش معناه أي حاجة. في أنواع غشاء مرنة وممكن ميبقاش في دم خالص. تالت غلط، لازم البنت تتوجع. الوجع بيجي من التوتر أو الاستعجال أو غياب التهيئة النفسية والجسدية. العلاقة المفروض تكون فيها راحة ومتعة للطرفين. رابع غلط، الراجل لازم يثبت نفسه بأي طريقة. العلاقة مش إثبات ولا عضلات. الأهم هو الاحترام، التفاهم، وإنكم تكونوا مرتاحين لبعض. تالت حاجة، خد بالك، الأفلام الإباحية مش مراجع. أكتر حاجة بوظت المفهوم عن العلاقة الحميمة هي الأفلام الإباحية. الأفلام دي تمثيل مش حقيقة، وبتعرض مشاهد فيها مبالغة وسيناريوهات بعيدة عن الواقع تماما. الممثلات بيظهروا إنهم مستمتعين بسرعة، وده مش طبيعي. الرجالة بيبانوا كأنهم خارقين، وده مش واقعي خالص. المشاهد كلها معمولة عشان تثير، مش تعلم. والنتيجة توقعات غلط، وضغط على الطرفين، وسوء فهم للعلاقة. والصح، العلاقة الحميمة بين زوجين فيها مشاعر وحنية واحترام. مفيش حاجة اسمها شكل واحد أو أداء معين. كل اتنين ليهم طريقتهم الخاصة، وراحتهم اللي بتتكون بالتدريج. رابع حاجة، طيب إزاي نخلي الليلة دي بداية حلوة؟ واحد، الراحة النفسية أهم من أي حاجة. اتكلموا، افهموا بعض، وطمنوا بعض. مش لازم يحصل حاجة غير لما تكونوا مرتاحين. المداعبة مش رفاهية، دي أساسية. اللمسة، الكلمة، الحضن، حاجات بسيطة لكنها بتغير كل حاجة. المداعبة بتجهز الجسم والعقل. تلاتة، خدوا وقتكم، مفيش استعجال. ممكن الليلة الأولى تكون كلها كلام ومداعبة فقط، ومفيش أي مشكلة في كده. رابعاً، استخدموا مزالق طبي لو في جفاف. الجفاف ممكن يسبب ألم أو إحراج. المزلق بيساعد ويوفر راحة، والأفضل تسألوا دكتور أو صيدلي على نوع آمن. خامساً، اتكلموا بصراحة ومن غير كسوف. مفيش علاقة ناجحة من غير كلام واضح. اللي مش مريحك قوله، واللي مفرحك شاركه. خامس حاجة، كلمة للعروسة والعريس. للعروسة، انت مش مطالبة تتأدي واجب ولا تثبتي حاجة. جسمك ملكك، والمفروض تكوني مرتاحة وواثقة. خدي وقتك، وما تمشيش ورا الضغط أو الخوف. للعريس، الحنية مش ضعف، والصبر مش فشل. خليك هادي، متفاهم، وخليك جنب مراتك، مش ضاغط عليها. دي شريكة حياتك، مش مشهد لازم يخلص. سادس حاجة، تاخد معلوماتك منين؟ بعيداً عن الأفلام والصحاب، فيه مصادر موثوقة جداً. أطباء متخصصين في الصحة الجنسية أو النفسية، مواقع طبية محترمة زي الكونسيلتو، ويب طب، كل يوم معلومة طبية، كورسات علمية أو ورش توعية من جهات موثوقة. المعلومة الصح بتفرق،
وبتريحك وبتخلي العلاقة تبدأ بداية صح. الخلاصة، ليلة الدخلة مش اختبار ولا فيلم، ومش لازم تكون مثالية، لكنها لازم تكون إنسانية، مريحة وحقيقية. خدوا نفس، طمنوا بعض، ابعدوا عن المقارنات، وابدأوا حياة فيها حب وتفاهم مش خوف وتوقعات غلط.